السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ كلشي مزيان؟ انا عندي واحد البوله هنايا مصوتيه. وحده خدامه وحده ما خداماش، قلت راه نبدلوهم بجوج. انا غير باش بغيت نشارك معكم الفكره اللي طاح في هذا مثلا اللي طاح في هذا المشكل هذا. اللي بغى يجيب تريسان راه غيجيب تريسان، الله يسهل عليه. انا تنفضل نبدلها لراسي. هنا كما كتشوفوا انا جبت هاد البوله، هادو راه الخاص طوباج. فيهم 75 واط مجهدين، اللهم بارك. فيهم الضوء كما كتشوفوا هنا الليد، طابلو راه عامل بلي ليد 75 واط. كتعطينا الضوء اكثر من الاخرين القدام والخاص. بالمقارنه مع هذوك الاخرين، هادو تقريبا كيديروا شي 30 35 درهم، والاخرين كيديروا شي 130 درهم. وبالنسبه للنتيجه هادو احسن من هادوك. كما كتشوفوا هذه هي البوله. هذا هو الحجم ديالها. غادي نبدلوهم ان شاء الله. ضروري غنحتاج واحد السلوم بحال هذا ديال باش كيخدموا السباغ. هنا غنحيدو هاد القبص هذا الامسترونغ. هاد البلاك كاملين باش مزيانين، يعني ملي كيكون عندك المشكل كتحيد غير ديك البلاكه. كتخدم فيها كما كتشوفوا هنايا. هذه هي البلاكه اللي فيها البوله اللي كانت خاسره. غنحاول عليها بشويه باش ما نهرسش داك القبص. ان القبص كما تعرفوا راه يعني بحال الكاطو، غير كيتفرتت. هنايا البوله الثانيه كما كتشوفوا. غنحاول نتكيس عليها باش ما نهرسها. وغادي نحيد البولات كما كتشوفوا هنا من الداخل. هنا هذه هي البوله. عندها واحد الفرانت هنا كما كتشوفوا. هنا غنحيدوا هاد الفرانات. غادي نحيدوا غير الفرانات بجوج، وغنحيدهم ساهله، ما فيهاش يعني ما فيها لا تمره لا والو. كما كتشوفوا هنا هي بدات كتحيد. هذا هو الفران اللي كيشدها. غنحيدهم. وهنايا بلاصه ملي كيدوز لها الضو، لان هادو ترونسفور كيخدموا بالترونسفور، يعني 12 فولت. هاي كما كتشوفوا هنا هذه هي البوله. راه حيدتها. غنحطها يعني مازال غنحتاجها، يعني ما غنلوحوهم هادو بجوج كاملين، ما غاديش نلوحهم. غنحتاجو الدوزان فعلا، البانس وطورنوفيس. كما كتشوفوا هنا البوله راه ملي درتها راه يعني ما جاتنيش في الدوره ديال الاخرى، جاتني صغيره بالنسبه للدوره ديال القبص. وهنا في غنحتاج هاد البوله القديمه كما كتشوفوا هي هذه. غادي نحولها، غنحيد يعني داك الليد اللي فيها الداخل. وكما كتشوفوا هذه هي البوله راه ملي حليتها. هاد العاكس هذا اللي كيعكس الضوء يعني ما غنحتاجو، ان عندي هذه مجهده شويه، ما تحتاج داك العاكس. وهنا الجوجه غنحتاجها من طبيعه الحال. هنا الجوجه ضروري على حساب دوك النقاط ديال الدبان، على حساب داك الليد باش ما نقاش ليه على الدبان. كاين هذا الكاغيد هذا حتى هو بحال قلت كينقص داك الضوء، غنحيدو حتى هو ما نحتاجوش. وهادو هما البولات اللي كانوا في هذه القضيه هذه. الليد الصنطه ديال الليد راه كما كتشوفوا دايره كلشي على البوله. غادي نحيد هاد القصديره هذه، لان غير كتقلي على البوله، يعني ما ندير بها حتى هي نحيدها. وغادي نحيد هاد الليد هادو، غادي نحيدهم. غادي نتكيس عليهم شويه باش حتى نحيدهم. كيشدوهم بالكولا. كما كتشوفوا راه ساهلين يعني باش تحيدهم. كنجرهم شويه بشويه حتى تحيدوا كاملين. يعني نتكيس عليهم، ان غنحتاجهم مازال، لان حتى حاجه ما تخسر ولو ما يضيع لي قال الضاله. انا اي حاجه هادشي بحال تنقولوا اعاده التدوير. يعني عندك مثلا نحاولوا نستغلوا هاد الحوايج هادو. مثلا الانسان يفكر
نخدموا شويه ديال العقل، يعني كلشي غيتقاد باذن الله. اللهم صل وسلم عليك يا رسول كما كتشوفوا البلاط راه الله. اللهم صل وسلم عليك يا ساهلين في التحياد. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. اللهم صل وسلم عليك. غنخليهم داك الراس ديال يا رسول الله. اللي كيدوز لهم الضوء اللهم صل وسلم كما كتشوفوا، هادو هما الليد اللي كانوا فيها. اللهم صل وسلم عليك. وغادي نجيب هذيك الدجاجه، هي هذه من الطبيعه غنمسحها نقى شويه حيت فيها داك النقاط ديال الدبان. غنقيها مزيان من داك الوسخ اللي فيها. غنجيب هذه البوله ديال الطوباج الليد، غنحطها هنايا. بين دايره تما ولكن جاتني كبيره كما كتشوفوا، راه جات معاها يعني كتعطي واحد الديكور زوين، ماشي بحال اللي كانت القديمه. جاتني كبيره واحد شويه، في واحد تقريبا واحد 2 سنتيم. هنا غادي نقطعها، غنعلم على البلاصه اللي شايطه بواحد الفيتر احمر. انا ضروري نحتاجو هاد المسائل كامل. الفيتر احمر، ديك الكوله ديال الشمع حتى هي باش نثبتوها. هنايا ترصيت هذا البلاصه اللي كانت وافيه كما كتشوفوا هنايا. غنحتاج واحد المقص ديال اللي كيقطع الالومنيوم كما كتشوفون، يكون مقص يعني خاص ديال الالومنيوم. الا كان شي خراز حداك ولا شي واحد راه ممكن تشدو عنده تقضي الغراض وتردوا ليه. الا ما عندكش راه مثلا تقدر تستعمل بالبانس اولا شي حاجه ماضيه. انا غادي نحاول نقطع دوك الحاشيات وما نزيدش وما نقربش دوك البولات اللي دوك اللي صغار. نقرب لهم بغيت الا قصناهم ما غاديش يخدموا مازال. يعني راه كاين واحد تقريبا سنتيم ولا اقل من سنتيم تقريبا اللي كتكون وافيه على ديك الدوره، هي اللي غادي نحيد كما كتشوفوا هنايا. راه ترصيت بالاحمر، يعني ما نقربش لهذوك اللي ليد. حاولت نقطع غير دوك الحاشيات اللي كانوا كيحبسوا هاد البوله باش ندخل في داك الكادر. يعني راه ساهل في التقطيع. انا غنعاود نجربها واش على حساب العباره، واش جات في العباره هو هذاك ولا نزيد نقطع. كما كتشوفوا راه طاحت في داك الكادر، يعني كتعطي واحد الجماليه في داك الكادر. انا كنشوف واش العباره يعني واش البوله يعني طاحت في داك الكادر مزيان، يعني ما فيهاش بلاصه اللي عاوجه ولا يعني ما تخليش لينا الضوء. تيبان باقي فيها هذاك القنيت.
يعني ملي غنثبتوها بالكولا يعني ما غاديش يجي في الكادر هو هذا، كنحيدو نقصو سميتو غنردها وغنرد البولا. راه ساهلة يعني إذا ما فيهاش يعني، راه هادشي ساهل يعني أي واحد ممكن يديرو. يعني الإنسان يكون ملي غيركب البولا يكون يحاط يكون يرد البال من الضوء، يعني تلحل ديجانكتور أو داك الفيزيبل ديال الضوء باش تخدم مرتاح. هنا كيما كتشوفوا راه درتها لداخل، ثبتها وغادي نجربها. كيما كتشوفوا هنايا الضوء ديالها راه مجهد تبارك الله. يعني جات هي هذيك كما قلت لكم، راه اللي عنده هذا الفردي ديال الضوء راه يعني افضل. اللي ما عندوش راه غيستعنوا بهذه الكوله هذه وشي بوطه البريكه الا كانت البوطه احسن، يعني باش ما البريكه دغيا كتطفى صافي، وكتخدم وكتذوب تذوب داك الكولا. كما كتشوف انا راه كندورها على الحاشيه كامله باش تكون مثبته مزيان. هنا هاد الكولا راه الا درتيها راه يعني ما غاديش تذوب، حيت اصلا هاد البولات هادو راه ما كيسخنوش بزاف. كما كتشوف هنايا راه ركبتها غنجربها. يعني تبارك الله راه كما كتشوفوا الضوء ديالها راه مجهد على دوك القدام. جمرات الأحزان يا مشعلا للخير قد حث الخطى، أبشر بيوم مزيدكم بجناني، أنت المنى أبتاه يا عطر الشذا، لك مهجتي والقلب والعينان، يا شاديا للمجد طاب مسيركم، متذللا في طاعة الرحمن، متزهدا متخشعا متعلما.